مسلسل يوسف الصديق هو عمل تاريخي ديني ضخم استطاع أن يأسر قلوب المشاهدين في مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي، مقدما قصة النبي يوسف كما وردت في التراث الديني. هذا الإنتاج الإيراني المتقن لم يكتفي بسرد الأحداث التاريخية والمعجزات، بل نجح في تقديمهما عبر أداء مميز ومقنع لمجموعة من النجوم الإيرانيين. لكن خلف هذه الشخصيات التاريخية المقدسة التي شاهدناها على الشاشة الصغيرة يقف ممثلون بذلوا جهدا كبيرا لإتقان أدوارهم، وكما جرت العادة مع الأعمال التاريخية الدينية يثير فضول الجمهور دائما أسئلة حول الحياة الحقيقية لهؤلاء الفنانين بعيدا عن الكاميرات. تعرفوا معنا في هذا الفيديو على الديانات والأعمار الحقيقية لممثلين مسلسل يوسف الصديق. ولكن قبل بداية الفيديو ادعمنا باشتراك في القناة مع تفعيل الجرس الإشعارات، ولا تنسى اللايك للفيديو. الكاتب والممثل الإيراني المخضرم جهان بخش سلطاني هو من مواليد سنة 1951 في أصفهان. عمره اليوم 74 سنة. حالته الاجتماعية هو متزوج من المخرجة الإيرانية زهرة طائي، ولديهم ابنان وابنة. اشتهر بدور أمنحتب الثالث وهو مسلم الديانة شيعي المذهب. الممثل الإيراني من أصول كردية رحيم نوروزي هو من مواليد سنة 1967 في رشت إيران. يبلغ من العمر اليوم 58 سنة. حالته الاجتماعية هو متزوج من الممثلة الإيرانية روزي حسرت ولديه ابنة. اشتهر في الوطن العربي بدور أخناتون وهو مسلم الديانة شيعي المذهب. الممثل الإيراني المخضرم عباس أميري هو من مواليد سنة 1943 في آمل إيران، وتوفي سنة 2011 في حادث سير أليم عن عمر ناهز 68 سنة. حالته الاجتماعية هو متزوج ولديه ابنتان وولد وحيد. اشتهر كثيرا بدور الكاهن الأعظم الإخماهو وهو مسلم الديانة سني المذهب. الممثلة الإيرانية النجمة ليلى بلوكات هي من مواليد سنة 1981 في طهران. تبلغ من العمر اليوم 44 سنة. حالتها الاجتماعية هي عزباء وبدون أبناء. حازت على شهرة كبيرة في مسلسل يوسف الصديق بدور نفرتيتي زوجة الفرعون أخناتون، وهي مسلمة الديانة سنية المذهب. الممثل الإيراني محمود باكنيت هو من مواليد سنة 1952 في كازرون إيران. عمره اليوم 73 سنة. حالته الاجتماعية هو متزوج من الفنانة الإيرانية مهوش سبركان بدون أبناء. اشتهر في الوطن العربي بدور سيدنا يعقوب عليه السلام وهو مسلم الديانة شيعي المذهب. الممثل الإيراني الشهير في الوطن العربي جعفر دهقان هو من مواليد سنة 1960 في طهران. يبلغ من العمر اليوم 65 سنة. حالته الاجتماعية هو متزوج من المخرجة الإيرانية ليكي كريمي ولديهما ولد وبنت. اشتهر بدور بوتيفار عزيز مصر وهو مسلم الديانة شيعي المذهب. الممثل الإيراني إسماعيل سلطانيان هو من مواليد سنة 1954 في كرمانشاه. توفي سنة 2023 عن عمر ناهز 69 سنة. حالته الاجتماعية هو مطلق ولديه ولدان. اشتهر بدور الكاهن كيموني وهو مسلم الديانة شيعي المذهب. المخرج والممثل الإيراني محمد جواد طاهري هو من مواليد سنة 1970 في طهران. يبلغ اليوم من عمره 55 سنة. حالته الاجتماعية هو متزوج منذ سنة 2001 من خارج الوسط الفني. اشتهر بدور مالك بن زعر
وهو مسلم الديانة شيعي المذهب. الممثلة الإيرانية إلهام حميدي هي من مواليد سنة 1977 في طهران، تبلغ اليوم من عمرها 48 سنة. حالتها الاجتماعية هي متزوجة منذ سنة 2019 من أليريزا صادقي. اشتهرت بدور أسينات زوجة النبي يوسف عليه السلام، وهي مسلمة الديانة سنية المذهب. الممثلة الإيرانية المعتزلة كتايون رياحي هي من مواليد سنة 1961 في طهران، عمرها اليوم 64 سنة. حالتها الاجتماعية هي متزوجة من الكاتب والمخرج الإيراني مسعود بهباهني، ولديهما ابنة وحيدة. اشتهرت بدور زليخة في مسلسل الإيراني يوسف الصديق، وهي مسلمة الديانة شيعية المذهب. الممثل الإيراني مصطفى زماني هو من مواليد سنة 1982 في غيلان، إيران، يبلغ من العمر اليوم 43 سنة. حالته الاجتماعية هو أعزب، وعندما سأله أحد الصحفيين عن ذلك صرح أنه لم يجد المرأة المناسبة بعد. اشتهر كثيرا في الوطن العربي بدور النبي يوسف عليه السلام، وهو مسلم الديانة شيعي المذهب.